في أول سنة ليا في الجامعة رجعت البيت قبل الهالوين بأسبوع. كان المعرض المحلي موجود في المدينة، وفي ليلة من الليالي قررت آخد أختي الصغيرة وصحبتين من صحابها اللي كانوا في المدرسة الإعدادية. المعرض كان بيمثل أجواء الخريف والهالوين، وكان فيه بيت رعب. كنت زرت المعرض كتير قبل كده، لكن عمري ما كان مسموح أدخل بيت الرعب ده. بطبيعة الحال حاولت أقنع أختي الصغيرة وأصحابها إنهم يدخلوا البيت معايا، لكنهم كانوا خايفين جدا من الممثلين اللي واقفين بره وبيمثلوا دور الأشخاص المجانين ومغطيين بالدم. اضطريت أروح معاهم في كل الألعاب اللي كانت مملة بالنسبة لي لحد ما جاعوا. أنا كنت الوحيد اللي معاه فلوس، فاستغليت الموقف وأقنعتهم يدخلوا بيت الرعب معايا بوعد إني أجيب لهم أي أكل يعجبهم بعد ما نخلص. وقفنا في الطابور مع بعض، وبدأت أحس بجو غير مريح من بيت الرعب. كنت حاسس إن الممثلين اللي شغالين في التخويف بيبصوا عليا بطريقة غريبة، بس أختي وأصحابها كانوا مرعوبين جدا، فقررت أخفي شعوري بالقلق علشان ما زودش خوفهم. استنينا حوالي 20 دقيقة لحد ما دخل كل واحد على حدة. لما وصلنا عند الباب البنات قرروا يتراجعوا وما يدخلشوا البيت، ومع ذلك قدرت أعمل اتفاق مع البنت اللي كانت بتدخل الناس إني أدخل الأول لوحدي، وبعدها أرجع وأثبت إن الأمور تمام، واللي وراهم يدخل قبلي لحد ما يحسوا إنهم جاهزين. بعد ما خلصت الموضوع دخلت بيت الرعب لوحدي. لقيت نفسي تايهة جوه متاهة مظلمة وضيقة مليانة دخان صناعي. الإضاءة الوحيدة كانت في الأماكن الواضحة اللي فيها واحد يطلع فجأة بمنشار كهربائي أو سكينة كبيرة. اتخضيت مرة أو مرتين، لكن الموضوع ما كانش مرعب قوي، لأن الممثلة كانت توجهني أكمل الطريق بعدها على طول. وأنا ماشي في أطول ممر في البيت فجأة اتدفعت من ناحية اليمين، واتخدت على غفلة وقعت ناحية الشمال على الأرض. وقتها الباب اتقفل بقوة، ولقيت نفسي في ظلام دامس تماما. ما كنتش متأكد إذا ده كان جزء من التجربة ولا حاجة تانية، فبهدوء سألت إذا كان في حد موجود. سمعت صوت يبدو زي صوت ست عجوزة وهي بترد عليا: ممكن أستلف قميصك؟ أول ما سمعت الجملة دي اتخضيت ووقفت على رجلي بسرعة. طلعت تليفوني علشان أستخدم الكشاف، ولما بدأت أركز اكتشفت إني واقف في أوضة تخزين صغيرة مليانة تماثيل عرض. كل التماثيل كانت متوجهة ناحيتي وأنا واقف في نص الأوضة، ونصهم كانوا لابسين أزياء زي اللي بيستخدمها الممثلين المخيفين، والنص التاني كانوا بدون أي ملابس. ما كنتش شايف باب للخروج ولا الست اللي كلمتني، فصرخت بأعلى صوتي وطلبت منها تظهر. وقتها سمعتها بتقول بصوت واضح وكأنه فيه ابتسامة: راجع عينيك يا عزيزي، أنا واقفة هنا. لفيت بسرعة وبصيت على الاتجاه اللي جه منه الصوت. لقيتها واقفة وسط التماثيل، بشرة لونها أبيض زي بلاستيك التماثيل، لكنها كانت بشرتها مجعدة ومترهلة، وكانت لابسة فقط حمالة صدر حمراء ومزينة بالدانتيل على الجزء العلوي من جسمها. سألتها مين هي، لكن وأنا بتكلم معاها الباب ورايا اتفتح وقفلت بسرعة. بصيت بسرعة ناحيته لكن ما كنتش شايف أي حاجة. الصوت الغريب للست فضل يكلمني وقالت: ابني بيقول لي إن المفروض ألبس علشان أنا كبرت، لكن إنتي. بس قبل ما تخلص كلامها عرفت إني ما عدتش لوحدي في الأوضة معاها. كان ممكن يكون في حد مختفي بين التماثيل، لكن ضوء الموبايل ما كانش كافي علشان أشوفهم مهما حاولت ألف حواليه. أخيرا قدرت ألاقي الباب اللي وقعت منه، ووقتها سمعت أول خطوات تتحرك حوالي. صرخت وبدأت أجري عليه بكل قوتي. قدرت أفتح الباب بإيدي الشمال، لكن حد مسك معصمي التاني وحاول ياخد الموبايل. التفتت وضربته بأقصى ما أقدر، لقيته بيترنح، لكن في استعجالي للخروج من الباب الموبايل وقع مني. ما كانش عندي وقت أفكر فيه، فكل اللي عملته هو الجري. وأول ما خرجت من الباب اصطدمت بشخص تاني، واترعبنا إحنا الاتنين من المفاجأة قبل ما أدرك إن الشخص ده مجرد زائر عادي بيعدي في بيت الرعب زيي. ما وقفتش كتير، دفعت الشخص ده بعيد وبدأت أجري بسرعة ناحية المدخل الأمامي. الممثلين كانوا بيصرخوا عليا ويقولوا لي إني ماشي في الاتجاه الغلط، لكن ما اهتمتش بأي حاجة منهم. أخيراً خرجت من المدخل الأمامي وبدأت أصيح للموظفة اللي هناك وأقول لها إن في حاجة غريبة وخطيرة. للأسف كانت بتبصلي وكأني مجنون. وقتها لاحظت إن كل الناس حوالي بيبصوا لي ويحاولوا يمسكوا ضحكتهم، لأنهم كانوا فاكرين إني أصبت بهستيريا بسبب بيت الرعب.
وبعدها أدركت إن أختي وأصحابها مش موجودين. مسكت الموظفة وصرخت فيها لحد ما قالت لي إن واحد من الممثلين خوفهم وخلاهم يمشوا. بدأت أدور عليهم بجنون، كنت مرعوب جدا إنهم يكونوا اتاخدوا من نفس الأشخاص اللي كانوا بيخيفوني. لكن الحمد لله لقيتهم عند عربية أكل. سألتهم إيه اللي خلاهم يقفوا هنا، وقالوا لي إن الراجل اللي جوه العربية كان بيقدم لهم شورو مجاني. من ابتسامة الراجل المريبة أدركت إن في حاجة مش طبيعية حواليه كمان. شدتهم من المكان وقررت أخدهم للبيت على طول. بالطريق كانوا بيشتكوا طول الوقت، لكن كنت مصمم إني مش هجازف وأفضل في المكان ده ولا دقيقة زيادة. لغاية دلوقتي اللي حصل في الليلة دي محفور في ذاكرتي. محدش بيصدقني تماما لما بحكي لهم اللي حصل في الليلة دي. حتى أنا أحيانا بلاقي نفسي بتساءل إذا كان كل ده حصل فعلا بالطريقة اللي فاكرها. لكن أنا متأكد من اللي شفته. الناس اللي بيشتغلوا في المعرض ده مليانين ناس مريبة بيجوا المدينة علشان يستغلوا البنات والستات، زي الست العجوزة المريضة دي وابنها المجنون، والراجل اللي في عربية الأكل اللي بيغريهم بحلويات مجانية. أما باقي الموظفين فهم مجرد متواطئين بيشتغلوا على عزل الضحايا ويتجاهلوا اللي بيحصل لهم.